بقينا زي ما احنا بس عاوزين. كل الناس العاقله بتقول غلط، وانا عمري ما كنت عاقل ولا كنت منهم. ما تعملش كده، ما تبقانيش يا عيسى. كل واحد بيشوف وجعه اكبر وجع في الدنيا. هنبدأ لعبة احنا عاوزين. بقينا احلى كمان من اللي احنا عايزينه. انا بقيت اكره نفسي بسببك. من زمان وانا شايف ان المواجهه هي الحل. السينما المصرية على موعد مع حدث استثنائي. فيلم إذما يستعد لاقتحام شاشات العرض بعد الكشف عن الإعلان والملصق التسويقي الأول، والترقب يتزايد يوما بعد يوم لهذا العمل الذي يحمل توقيع واحد من أبرز الروائيين العرب. الفيلم مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق التي صدرت في عام 2020، ولم تكن مجرد رواية عادية، بل حققت انتشاراً هائلاً وتصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في مصر والعالم العربي بأكمله. الرواية استطاعت أن تلامس قلوب الملايين من القراء بقصتها الإنسانية العميقة التي تمزج بين التشويق والمشاعر الإنسانية الصادقة. القصة تدور حول عيسى الشواف، رجل في 36 من عمره يعيش حياة مليئة بالخسائر والتحديات المتتالية. كل شيء في حياته يبدو أنه يتجه نحو الأسوأ. الأحلام التي كانت تملأ قلبه تلاشت واحدة تلو الأخرى، والأمل بدأ يتضاءل يوما بعد يوم. لكن في لحظة غير متوقعة وفي عيد ميلاده يتلقى عيسى هدية غامضة من شخص لم يكن يتوقعه أبدا. إنها من نسخة سابقة من نفسه عندما كان شابا في 18 من عمره. هذه الهدية الغامضة تفتح أمامه أبوابا لم يكن يتخيل وجودها، أبواب تقوده نحو استعادة أحلامه الضائعة وإعادة اكتشاف ذاته من جديد. الرحلة ليست سهلة، لكنها مليئة بالمفاجآت والتحولات الدرامية التي تجبره على إعادة النظر في كل ما مر به في حياته. خلال هذه المغامرة الاستثنائية تنضم إليه صديقته الطفولة سيرا، وتبدأ معه رحلة اكتشاف مشوقة تكشف أسرار الماضي وتعيد تشكيل الحاضر بطريقة لم يكن يتوقعها. العلاقة بينهما تتطور وتأخذنا في رحلة عاطفية إنسانية عميقة تجمع بين الحنين للماضي والأمل في المستقبل. الفيلم يضم طاقماً تمثيلياً من نخبة النجوم المصريين، على رأسهم النجم أحمد داوود في دور عيسى الشواف، والفنانة الموهوبة سلمى أبو ضيف في دور سيرا. الثنائي سبق وأن تعاون معاً في مسلسل زينم، وشكل ثنائياً مميزاً نال إعجاب الجمهور. إلى جانبهما يشارك في العمل حمزة دياب وجيسيكا حسام الدين، مع ظهور خاص للفنانة بسنت شوقي وميران عبد الوارث وعدد كبير من الفنانين الموهوبين. ما يجعل هذا الفيلم مميزاً بشكل خاص هو أنه يمثل التجربة الإخراجية الأولى للكاتب محمد صادق نفسه، صادق الذي عرف بقدرته الاستثنائية على سرد القصص وتأليف الروايات التي تلامس القلوب. قرر هذه المرة أن ينقل رؤيته الإبداعية بنفسه إلى الشاشة الكبيرة، وقد انتهى طاقم العمل بالفعل من تصوير الفيلم، حيث ظهرت صور من كواليس التصوير تظهر الأبطال والمنتج هاني أسامة في أجواء احتفالية بعد انتهاء التصوير. الإنتاج جاء من خلال تعاون قوي بين هاني أسامة وشركات ذا بروديوسر وفيلم كلينيك وشوفها برودكشن، وهي شركات معروفة بتقديم أعمال سينمائية بجودة عالية. محمد صادق يعتبر من أبرز الأدباء المصريين الذين نجحوا في اقتحام عالم السينما بقوة. تحولت حتى الآن 4 من رواياته إلى أعمال سينمائية نجحت وحققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً واسعاً. البداية كانت مع رواية هيبتا التي صدرت عام 2014 وحققت نجاحاً استثنائياً بأكثر من 36 طبعة، وتحولت إلى فيلم سينمائي عام 2016 ببطولة عمرو يوسف وياسمين رئيس ودينا الشربيني وأحمد داوود من إخراج هادي الباجوري. بعدها جاءت رواية بضع ساعات في يوم ما التي تحولت إلى فيلم بمشاركة هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمرو وأحمد السعدني من تأليف صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.
ثم رواية طه الغريب التي تحولت لفيلم سينمائي ببطولة حسن الرداد ومي عمرو من إخراج عثمان أبو لبن أيضا. والآن يأتي فيلم إذمة ليكون الرواية الرابعة لصادق التي تجد طريقها إلى الشاشة الكبيرة، لكن هذه المرة بتوقيعه الإخراجي الخاص، مما يضيف بعدا جديدا ومميزا للعمل. الفيلم يحمل رؤية فنية طموحة تجمع بين التشويق والبعد الإنساني العاطفي في إطار درامي يستكشف ثيمات عميقة حول الندم والأمل والأحلام الضائعة وإمكانية استعادتها. القصة تطرح أسئلة وجودية عن الماضي والحاضر والمستقبل، وعن الخيارات التي نتخذها في حياتنا وتأثيرها على مصيرنا. حتى الآن لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد محدد لطرح الفيلم في دور العرض، لكن من المتوقع أن يكون خلال عام 2026، وتحديدا في موسم سينمائي قوي يليق بحجم وأهمية هذا العمل. الجمهور في انتظار هذا الفيلم بشغف كبير، خاصة محبي روايات محمد صادق الذين يتطلعون لرؤية كيف سينقل الكاتب رؤيته الإبداعية من الورق إلى الشاشة. النجاحات السابقة لأفلامه المقتبسة عن رواياته تعطي مؤشرات إيجابية قوية على أن إذمة سيكون حدثاً سينمائياً استثنائياً يستحق الانتظار والمشاهدة. ترقبوا الإعلان عن موعد العرض الرسمي قريباً، وكونوا مستعدين لتجربة سينمائية وريدة تجمع بين الأدب والسينما في أبهى صورها.